السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة عن زي ما انتوا شفتوا طبعا في العنوان الارواج الليكويد بتاعت عهود كوزماتكس. ووصلني من عهود الدرجات الجديدة، الكوليكشن الجديد، التمن ارواج دول. وما علينا غير اننا هنحط الروج مع بعض وهقول لكم رأيي في الارواج بتاعت عهود. الارواج بتاعت عهود طبعا انا رايي فيها مجروحه، لان انا بستخدمهم لكل العرايس دلوقتي. خلاص ما بقتش بستخدم غير بتاع عهود بقالي فتره كبيره جدا. الالوان زي ما قلت لكم بيجمنت قوي، قد ايه ثابته، كمان طريه، مش الناشفه قوي على الشفايف. يعني هي قالت لي ان هي مصنعه دي فيها نسبه باتر شويه، فيها ترطيب شويه، يعني هي مات وفيها شوية ترطيب. فأنا حبيت قوي الأرواج بتاعتها، وزي ما قلت لكم بقالي فترة كبيرة بستخدمها. وهوريكم دلوقتي سواتش بكل الدرجات دي اللي أنا هحطها. كمان عايزة اقول لكم على حاجة كمان. عهود عملت ارواج تانية جديدة، هي الترا مات، يعني اقوى في الثبات من الارواج اللي هي الجامدة جدا دي. فلو حابين عنها ريفيو نعملها واوريكم كل الالوان كمان اللي وصلتني منها. عايزة اعرفكم الفرق بين المات والالترا مات في الارواج. يعني ايه مات ويعني ايه الترا مات؟ يعني ده مات لكنه مش بينشف الشفايف، مش قوي قوي، ثباته هيروح شويه مع الاكل والشرب، رغم اني بحطه والله ما بيروحش ولا حاجه. بس ده معنى كلمه مات. بس اما الالترا مات يعني الارواج اللي ثابته جدا او قويه جدا جدا وما فيهاش نسبه ترطيب نهائي خالص على في الارواج. فهو ده الفرق بين الارواج الالترا مات والمات. فانا حبيت بس اعرفكم. بس اللي عايز الريفيو يكتب لي تحت في التعليقات واوريكم كل الالوان، لانها عامله كوليكشن يجنن من الارواج التانية دي. بس ما علينا، خلينا دلوقتي نشوف السواتش بتاعت الارواج بتاعت عهود الجديده. وعلى فكره الفاونديشن اللي انا مستخدماه برضو من عهود كوزماتكس. الفاونديشن اللي انا حطاها ميديوم لايت اللي هي دي. فيلا بينا نشوف السواتش، وهوريكم كمان ازاي نعمل فوليوم للشفايف واحنا بنعمل سواتش للدرجات. طيب احنا عندنا هنا من الارواج بتاعه عهود في الوان فواتح قوي. يعني هوريكم الثلاث الوان دول اللي هنجربهم في الاول. الثلاث الوان دول بيستحسن انك تحط لهم محدد علشان لونهم ما يكونش باهت مع البشرة ويبهت لون البشرة. كمان دول بينفع يتعمل بيهم اومبري. طبعا لما تحطي روج غامق ينفع تحطي لون افتح في النص يدي شوية فوليوم للشفايف. فتعالوا كده نجرب الارواج، وهبتدي معاكم بالمحدد. اول حاجة هستخدم اللون دوت اللي شوية على بينك، وهاخد معاه قلم تحديد من ايسنس، وهبتدي احدد الشفايف. انا كالعاده لما بكون عايزه اكبر شفايفي مش برسم كده وخلاص واطلع الروج بره. ودايما بقول للبنات بلاش نحط الروج فوق في الشنب، لا ما تحطوش الروج في شنبكم، حطوا الروج على الخط الابيض اللي بيفصل ما بين الشفايف والجلد. عندنا هنا في خط ابيض هتلاقيه دايما بيفصل بين الشفايف وما بين الجلد. بالنسبه للبنات شفايفهم فيها شويه غمقان يستحسن تحطي كونسيلر او فاونديشن على الشفايف كلها، وبعدين تبتدي تحطي الروج. دلوقتي هوريكم انا بحط الروج ازاي. اول حاجه هبدا من فوق على الخط الابيض اللي بقول لكم عليه. شايفين شفايفي وانا بتكلم؟ المكان اللي بيتقلب ده هو ده المكان اللي المفروض تطلعي فيه الروج. شايفين المكان فين يا بنات؟ هو اعلى الشفايف بطريقه مقلوبه، لكني ما بحطش ابدا على شنبي. فتخلوني اقول احط على شنبي يعني حط روج بس مش في شنبنا. تمام كده. وبعد كده هاجي من تحت على نفس الخط اللي انا
بكلمكم عنه، ومش هحدد الشفايف للاخر، بس هسيب اللون ده واللون ده هما اللي يكونوا دول بس اللي هيكونوا مرسومين عندي. هاخد فرشة صغيرة، فرشة دمج زي دي، وهحدد اللون ده، هموه اللون وهو لما هندمجه هيدخل في الجوانب لوحده، لكني ما بدخلش المحدد في المكان ده علشان ما تحدديش الشفايف، ما تبينيش ان اخرها هنا، لا، عشان لما تحطي الروج تبان ان شفايفك بالشكل ده مرسومه وخارجه على بره كده. ده اللون اللي احنا هنجربه جديد من عهود.